بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم واهلا وسهلا لأحداث الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق في يومها الأول. والآن من دهوك، من شمال العراق، من كردستان الحبيبة، تنطلق مباراة الموصل ونادي نفط ميسان هنالك على ملعب دهوك لنشاهد تألق وعودة أبناء الموصل مرة أخرى لمشاهدتهم في دورينا. سعادة كبيرة حقيقة بعودة الفريق الموصلي. وهنا المحاولة والكرات التي تبدأ في هذه اللحظات، تناقل كرات وفرص الآن في وسط الملعب. كما تعلمون ويعلم الجميع الألوان الحمراء والبيضاء المعهودة هي لأبناء الموصل ولأبناء الحدبة، بينما في الجانب المقابل يقف نفط ميسان بلونه الأبيض الموشح بالعنابي. وهذه كرة تنقل إلى الأمام وتصل مباشرة إلى حارس مرمى نفط ميسان، إلى حسن نجم كابتن الفريق والحارس الذي يقف في عرين فرسان المملكة في هذا اليوم. هنا خطوط الدفاع وهنا الوقوف عند حارس المرمى. مباراة حقيقة مرتقبة تجمع هذا الرجل السيد شاسب سلطان، المدرب الشاب، الاسم الذي يثبت نفسه يوما بعد يوم ما بين كبار القوم في عالم التدريب العراقي. وأيضا في الجانب المقابل الشاطر حسن أحمد الذي يحل بديلا للمدرب الأردني السيد عبد الله أبو زمن. هنا كرة ومحاولة في الخلف. مباراة تجمع ما بين صاحب المركز الثالث عشر الموصل ب9 نقاط، صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة، ونفط ميسان السابع عشر الذي أيضا يملك 4 نقاط في بداية سيئة جدا لأبناء ميسان. هذه محاولة وكرة تلعب إلى الأمام. تقدم من جانب رامي الوسماني اللاعب السابق لنادي نفط ميسان اليمني الذي يلعب في هذا الموسم مع نادي الموصل. وهنا أكثر من مثل نفط ميسان بين الموجودين، الكابتن الفريق والابن العزيز لهذه المحافظة، لمحافظة ميسان، أكرم رحيم الذي يقف في وسط الملعب. بينما هنا الكرات، هنا المحاولات في الخلف. تعود الكرة وتعود الفرصة الآن في الوسط. غيابات كثيرة يشهدها الفريق الميساني، بينما هنا المهاجم السابق لفرسان المملكة أيضا. يعني مباراة قمصان قديمة في الحقيقة. وأمامك السيد حسن أحمد، من أكبر المدربين عمرا في دورنا السيد حسن أحمد، ويقود نفط ميسان كمحطة جديدة بعد محطات النجاح مع كربلاء، مع الميناء، مع النفط، وسلسلة طويلة لهذا المدرب لا تعد ولا تحصى. هنا علاء الدين بشار الدالي، المهاجم الذي يقف هذا اليوم في مقدمة الهجوم. الموسم قبل الماضي كان موسم التألق لابن سوريا لصاحب 28 سنة، هذا علاء الدين بشار الدالي في الكرة الأخيرة. وهنا المحاولة التي وصلت وكرة تلعب إلى الأمام، لكنها تعود مرة أخرى في الوسط إلى باقر عطوان. تمريرة واصلة، روش فولينغ الكاميروني يحاول، بينما الكرات التي تنقل الآن حسام كاظم، والكل يحاول في هذه الكرة، ولكن المحاولة تعود لأبناء ميشان في هذه الكرة وهذه المحاولة. تعود كرة مرة أخرى بالنسبة للخيارات الفنية للسيد حسن أحمد. حسن نجم في المرمى، مهند حبيب، محمد سلام. وهذه كرة نترك فيها الخيارات ونركز على هذه المحاولة المبعدة. حقيقة تحوير كبير في المراكز. مهند حبيب مع محمد سلام كقلوب دفاع. مصطفى عبد الجليل، إبراهيم عبد الكريم على الطرفين الأيمن والأيسر. كريس ميريفيليس، ماتيو أولاتانجي في وسط الملعب، وعلي لطيف رفقة دودة، وعلى سعد أيضا، وحسين طالب وحيدا في الأمام. هنا تناقل الكرات وهنا المحاولات. فرصة تنقل في هذه اللحظات. سيريجيس ريان يحاول في كرة تعود إلى رامي الوسماني في هذه اللحظات. فرصة لصالح الموصل. باقر عطوان يعيد كرة في الخلف. جوستن ميدراندا الكولومبي صاحب 24 سنة
في كرة أخرى تنقل الآن إلى سيدريك ناجاح، في كرة تلعب الآن إلى خارج أرضية الملعب. مرت المحاولة إلى الخارج والكرة تمر في هذه اللحظات بعد تدخل كريس ميريفيليس الواضح أمامكم، القادم من الكناري من الكرخ، عائد مرة ثانية وليس بقادم، وعائد لتجديد العهد. موصل موصل موصل، تسمع صيحات الجماهير. تعود كرة في الوسط مرة أخرى، كرات متناقلة ومحاولات في الخلف. لا زالت الخيارات للسيد طبعا شاسب سلطان، مهدي هاشم في المرمى، رامي الوسماني، جوستن ميدراندا، سيدريك ناجا، حسام كاظم في الدفاع، باقر عطوان، أكرم رحيم وسيريج إسران بيدي في الوسط، معين وروش فونينج على الجهتين اليمنى واليسرى، وعلى الدين التالي في الأمام. هذه كرة تلعب سريعة ومحاولة الآن تصل مرة أخرى في الخلف. نادي الموصل فريق القادم من انتصار في آخر الجولات على النفط بهدفين مقابل هدف. آخر الانتصار كان في بغداد، بينما فرسان المملكة نفط ميسان تعادل أمام توك 2-2. هذه المباراة التي كانت جمعت الفريقين خارج هذا الملعب. كرة تعود في الوسط، علاء سعد يحاول، حوار موجود، وكرة تعود مرة أخرى في الوسط الآن لصالح أبناء الموصل. تناقل الكرات، عودة لنفط ميسان الآن، كرة سريعة، محاولة والبحث عن حسين طالب. اياد زاحم حكم المباراة، لا يشير إلى خطأ، وكرة تنقل إلى الأمام لصالح أبناء الموصل. فرصة لأبناء الحدباء من أجل ضربة أولى، من أجل هدف أول ربما يكون حاضر الآن. تنقل محاولة، علاء الدين الدالي يسدد السوري من هذا المكان، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه المحاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا السيد شاسب سلطان المدرب السابق لأندية القاسم ونفط الوسط، عمل في النجف أيضا، من الأسماء التي مثلت النجف طويلا. وهذه كرة لعبت من علاء الدين التالي إلى خارج أرضية الملعب. ممتاز علاء في الكرة الأخيرة، لكن التسديد هو التسديد لكن بعيد إلى خارج أرضية الملعب. عودة مرة أخرى وانطلاق الآن حسين طالب، زمالة جديدة مع السيد حسن أحمد بعدما كان سويا في كربلاء. ابن ذقار يحاول الحوار، لا زال قائما على الطرف. عودة إلى الخلف مرة أخرى، الفرصة إلى خارج أرضية الملعب، فرصة إلى خارج أرضية الملعب. ركنية في هذه اللحظات، والكرة لصالح فريق نادي الموصل أو نفط ميسان عفوا. تعود كرة سريعة الآن، عملية الاختراع على الله، محاولة كبيرة ضاعت من محمد سلام، ضاعت نعم رغم الغيابات. نفط ميسان يصل ويحاول، حقيقة فرقة كاملة يعاني من هذا الفريق من الغياب. تشاهد دكة الاحتياط، حارسين للمرمى مع لاعبين من الفريق الرديف وبعض الأسماء، جعفر ناصر وسجاد جبار، والبقية لإكمال عدد أحمد خالد، مصطفى محسن حراس المرمى، سواليو وكوفي، أيضا المحترف الآخر رسول صباح وفقار عبد وحسين كاظم. في الجانب المقابل الخيارات متاحة بعمران زكي
وأيضا علي لطيف محمد، هداية لطيف محمد معا، سوران عزيز وعمر عبد الرحمن، سامر محسن وبشيرو أمبرو وياسر ناجي. هذه كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. تدخل أخير في كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا حسام كاظم، مشوار طويل مع زورة، مع الشرطة، مع النفط، أيضا مع فريق الكهرباء. تعود الكرة مرة أخرى لصالح لاعبين نفط ميسان، لكن تدخل في وقته. تدخل في وقته. هنا مهند حبيب لاعب الجوكر الذي يعتمدون عليه كثيرا. مهند حبيب لاعب مميز. تعود الكرة والمحاولة في الاتجاه المعاكس مرة أخرى إلى علاء الدين بشار. الدالي يبحث عن زميل، راح الدالي يبحث عن مساندة، يفتح اللاعب التمريرة بعرض الملعب، وحسن نجم بشكل ممتاز. حسن نجم يعتمدون عليه كثيرا في مركز حراسة المرمى، وتايمينج رائع. أيضا بالمناسبة كلا الحارسين مثلا نفط ميسان، حسن نجم حارس حالي، ومهدي حاشم حارس سابق، وحسام كاظم، بينما هنا استبسال وإبعاد الكرة عن جانب اللاعب علاء سعد بالرقم 10. علاء لاعب مميز يؤدي أدواره الدفاعية بشكل رائع دائما. بالواقع يلعب السيد حسن أحمد، ودائما ما ينجح بالواقعية هذا المدرب. حسام يلعب الكرة مرة أخرى، هنا فرصة تسديدة من هذا المكان. الله! هدمت العارضة من هذا المكان. نعم، كسر العارضة المدافع الذي سدد هذه الكرة. تشاهد صاروخ أرسله سيدريك ناغا، استقبل يمناه، كنترول رائع، وسدد كرة ردتها عارضة حسن نجم. ولولا العارضة الأفقية البيضاء التي حمت العرين الأبيض لفرسان المملكة لكان هنالك هدف عالمي عالمي عالمي. يا سيدريك ناغا لو أتت الكرة ولو وضع الكاميروني في الجول. محاولة وتهديد حقيقي حقيقة في هذه اللحظات ظهر من هذا الرجل الذي عليه الكرة. في هذه اللحظات تلعب المحاولة، نقلات وفرص ومحاولات، وهذه كرة تلعب إلى الأمام، لكن إبعاد الكرة مع استقبال بكرة رأسية وفرصة إلى خارج أرضية الملعب. أول النداءات كان خطيرا جدا حقيقة هذا النداء، وبالتالي أبعدت الكرة من العارضة وليس من أحد. تدخلت في إبعادها عارضة المرمى لملعب دهوك، وحمت مرمى حسن نجم. بينما كرة تلعب في هذه اللحظات. مهند حبيب ينقل كرة في الوسط على سعد، جوكر في دائرة وسط الملعب. هنا الرقم 11 علي لطيف، من الأسماء المميزة الذي يقضي موسم الثالث حقيقة. لاعب قادم كان من الصناعات مع سيد علي عبد الجبار في فترة هذا المدرب. وهذه كرة في العمق تنقل مرة أخرى، افتكاك رائع للكرة، خطورة كبيرة للفريق الأحمر دائما ما تكون حاضرة عند حصولهم على الكرة. وهنا النقلة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. مباراة واعدة بالأهداف. نعم، المباراة واعدة بالأهداف حقيقة. وهنا بالرقم 20 إبراهيم عبد الكريم، من الأسماء الشابة الذي يعتمد عليهم السيد حسن أحمد في هذه المباراة. دائما ما يعرف عن السيد حسن أحمد بدفعه بالعناصر الشابة في المباريات، وخير تجربة على ذلك قبل موسمين مع السفانة
تلعب الكرة والمحاولة في منطقة الجزاء، إبعاد في وسط الملعب، عودة لاعبي نفط ميسان للاستحواذ على الكرة. كريست خروج مثالي على أن يلعب الكرة وفتح الخطوط لكنها طالت ومحاولة مهدي هاشم، لكن الكرة في الأوت. ركنية في هذه اللحظات للمرة الثانية من هذا المكان. اياد زاحم حكم المباراة لا زال يسير الأمور في الربع ساعة الأولى بشكل جيد جدا. المحاولات حاضرة. عبد الكريم وهذا على سعد يلعب كرة سريعة. علي لطيف اخترق على يسدد من هذا المكان. الله الله الله، مباراة جميلة جدا منذ بدايتها، واعدة حقيقة، وهنالك محاولات حاضرة من الطرفين، مرة من هنا مرة من هناك، وما أجمل المباراة عندما تكون من الطرفين. هذا السيد حسن أحمد. وكأن الشاطر حسن مطمئن على نتيجة المباراة. لاحظ رغم الغيابات لكن ماخذ جرعة من الثقة. يعودون بكرة من جانب حارس المرمى مهدي هاشم. كرة سريعة عادت إلى الموصل الآن، نقلة في الوسط، محاولة وكرة في هذه اللحظات. الكرة تعود مرة أخرى، تناقل الكرات وفرصة لصالح الموصل. هناك كرة تلعب ولكن إلى خارج أرضية، محاولة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. تناقل الكرات والفرصة وصلت إلى حارس المرمى حسن نجم. بينما كرة تلعب والمحاولة واصلة في هذه اللحظات. هنا لاعب الوسط سيرجي سرايان بيدي في كرة تنقل ومحاولة وكرة رأسية تلعب في هذه اللحظات. الكرة لصالح الموصل، المحاولة لأسود الموصل في هذه اللحظات في الوسط، تعود افتكاك سريع والكرة تصل، لكن اياد زاحم حكم المباراة مباشرة اقر بالمخالفة مباشرة، اعطى ضربة حرة مباشرة في هذه الكرة. وسلامات لكريس ميريفيليس الكونغولي، ساقط في ارضية الملعب، يعاني من اصابة في هذه اللحظات، وبالتالي هنا نشاهد هذا التدخل وهنا الحضور، وبالتالي مباشرة على بدء حكم المباراة أشار لوجود ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. سلامات لكريس ميريفيليس الذي كان في تدخل خطير جدا مع بدء في وسط الملعب، لكن الكسبة ذهبت للكونغولي. اياد زاحم في وسط الملعب يشير إلى مخالفة، وسيد حسن أحمد مع الأجواء الباردة يكون بارد الأعصاب. ديمي داودو ضاعت الكرة وتدخل فيها مهدي هاشم. التدخل كان حاضر من جانب حارس المرمى، وأيضا الكابتن حسام كاظم وحسين طالب كان حاضرا في اللقطة الأخيرة. بينما المحاولة تعود إلى ركنية جديدة لعلاء سعد الذي دائما ما يكون حاضر في الكرات الثابتة لصالح نفط ميسان. كرة عالية تلعب في منطقة الجزاء، ولكن تدخل أول يعود ماثيو أولاتانجي نيجيري في تغطية، مرة أخرى حضور ومرة أخرى وصول. وهنا الكرة التي تلعب في هذه اللحظات، محاولة تنقل عالية إلى الأمام في وصول في هذه اللحظات. هنالك ضغط وهنالك فرصة، لكن الراية والتسلل، راية وتسلل. وهنا ديمي داودا كيامي كان في الاستلام الأخير، وبالتالي الحضور الذي كان في اللقطة الماضية. لاحظ هنا الكرة التي وصلت بعرض الملعب على الجهة البعيدة، وصل المحاولة مباشرة إلى ديمي داودا. حضور في هذه اللحظات. كرة على الطرف تنقل الآن لصالح أسود الموصل في هذه اللحظات. راية وتسلل بالجهة المقابلة،
وبالتالي بنفس المصيدة وقعوا لاعبي فريق الموصل بعدما كان قد وقع فيها عناصر نفط ميسان في الوهلة الأولى. يعود لاعبي الموصل لسقوط جديد مدوي في هذه اللحظات. هذا محمد سلام عناد لاعب الوسط الذي مثل أندية بغداد والكهرباء ومحطة جديدة في موسم ثاني مع نفط ميسان. بالتالي محمد سلام هنا يلعب كرة طويلة رأسية من جانب علاء سعد. عملية الضغط من حسين طالب لكن في الكنترول ممتاز كان المدافع. عودة مرة أخرى لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات لتذهب إلى رمية جانبية. تعود الكرة مرة أخرى، تناقل كرات، محاولات رائعة الآن لصالح الموصل في عملية دخول ولكن مخالفة جديدة. ضربة حرة مباشرة الآن أتت من جانب لاعبي نادي نفط ميسان. في هذه اللحظات مخالفة للاعبي الموصل. يعودون مرة أخرى ولقطة الإعادة للتسلل. كرة سريعة وصلت إلى مهدي هاشم، هل كانت فيها خطورة؟ لم تصل إلينا الصورة المباشرة. كان مخرج المباراة يركز على إعادة لقطة التسلل، بالتالي ربما كانت خطورة على مهدي هاشم الذي شاهدناه غاضب. محمد سلام يلعب الكرة عالية إلى الأمام، الرأسية حاضرة لكن كرة في وسط الملعب مباشرة تقطع وتعود إلى باقر أطوان. في كرة تعود مرة أخرى إلى الخلف، إعادة الكرة ونقلة ممتازة باتجاه المدافع. عملية نقل الكرة وإبعاد المحاولة في هذه اللحظات. تحفيز كبير. هذا ماثيو أولا تانشي 28 سنة، موسم ثاني مع الفريق وافدا من الميناء. قد درب ماثيو سيد حسن أحمد. كرة تعود في الوسط، كونتر رائع من ديمي داودا، الموسم الخامس لديمي داودا مع أنديتنا. حاضر كان مع القاسم مع الكهرباء، اليوم في موسم ثاني مع نفط ميسان. إبعاد وحضور. كرة تعود على الطرف، نقل الكرة لكن محمد سلام عمل إضافة في الخط الأمامي وكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا رامي العثماني اللاعب السابق لأهلي صنعاء والأهلي البحريني. يعودون بمحاولة جديدة الآن. مهدي هاشم يعطي التعليمات، مكان ممتاز لعملية الضغط الآن. تنفذ الرمية الجانبية، نقل الكرة إلى ديمي داودا، فتح اللعب على الأطراف، صبغة إفريقية في أسلوب اللعب. بينما كرة عالية تلعب، الأولى لم تأتي والثانية فيها إبعاد استبسال من دفاعات الموصل. بينما كرة تلعب في الوسط، عناد كبير ومباراة تلعب على الأخطاء رغم أن تركيز الفريقين فيها عالي جدا. وكرة تلعب وحسين طالب في الكنترول لكن مباغتة حقيقة
وصلت مباشرة إلى مهدي هاشم. لاحظ الكرة التي وصلت مباشرة بعد كنترول. كرة مرة أخرى هنا أمامك، واضح في اللقطة سيرجيوس رايان بيدي، جماهير الموصلية الحاضرة. كرة إلى مهدي هاشم، تنقل كرات سريعة. مرة أخرى إعادة الكرة في الوسط. هنا تغيير اتجاه اللاعب، عملية ضغط حاضرة في كرة تلعب عالية إلى الأمام. الرأسية الأولى حاضرة، بينما كرة تصل الآن لمصلحة معين أحمد. معين يلمس الكرة في هذه اللحظات. التدخل وآيات زاحم قريب، يشير إلى مخالفة. مباشرة آيات كان قريب، يعطي ضربة حرة مباشرة. لاحظ هنا الكرة التي لعبت ولا زال الوضع على ما هو عليه. طبعا صدارة الدوري الكل يعلم عند إربيل ب19 نقطة. الموصل الذي تعرض للخسارة بسبب خطأ إداري، حقيقة فقد النقطة المهمة جدا أمام ديالا. لكنه فاز على فريق النفط في آخر مبارياته في الجولة السابعة. كان فوز كبير تحقق بعد مجهود رائع من اللاعبين بثنائية علاء الدين الدالي. لا زال صوت السيد حسن أحمد عاليا. آخر خسارة كانت أمام الزوراء هنا في هذا الملعب، 3 مقابل 1 في آخر مباراة ضيف هذا الملعب لنادي الموصل. هل نشاهد حضور جديد؟ وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. تعود كرة لصالح نفط ميسان، حاول فيها علي لطيف لكن إبعاد يأتي في وقته. هنا ديمي داوودة ممتازة، حضور رائع للمدافع لمرة ثانية، بينما كرة تلعب إلى الأمام. هنا عملية الانطلاق بالسرعة الممكنة. علاء الدين الدالي قد يفعلها في مرمى الفريق السابق، لكن حكم المباراة هنا يشير إلى وجود ضربة مرمى. هتافات بانتظار الهدف. في الوسط كرة تلعب مرة أخرى مباشرة. حكم المباراة يشير إلى مخالفة، ضربة حرة مباشرة. أمام كيميري فيليس في التدخل الأخير. تدخل على سيرجيوس رايان، مخالفة وعملية دفع واضحة.
تعود الكرة مرة أخرى باقر عطوان. هتافات موصلية حاضرة. حين على روش فونينج وعلى أدين التالي. عسى ولعل أن يسجل أحدهما، بينما كرة تسدد الآن تصطد وتعود. اعتماد كبير في اسلوب المدرب السيد جاسم سلطان على الروش فونينج وعلى أدين تالي. كرة فيها لمسة يد، لم يتأخر حكم المباراة في الإعلان عنها. تدخل الحاضر حافظ على مدرب فريق الموصل على جاسم سلطان عندما تأهل إلى دوري نجوم العراق. رفقة الغراف في الموسم الماضي تعود وعلي لطيف. استلام بالصدر، الحضور كان في اللقطة الأخيرة وتغيير اتجاه اللعب اتجاه الكابتن حسام كاظم. باقر عطوان يبحث عن حل في الوسط. أكرم رحيم، كل في ميسان يعرف من هو أكرم رحيم، كيف مثل هذا الفريق ومدى عشقه لهذا الفريق. رامي الوسباني، هنالك لاعب يعاني من إصابة. حكم المباراة لا زال يطمئن على مصطفى عبد الجليل. هذا الاشتراك الأخير ما بين عبد الجليل ورامي الوسماني. كرة في الصدر تستقبل وتلعب. البحث دائما عن علاء روش فونينج ودفع واضح من الدالي. ضربة حرة مباشرة الآن، حاضرة واضحة صريحة. خسارات كبيرة تعرض لها نفط ميسان هذا الموسم. 4-1 أمام بغداد، أمر صعب جدا. تخسر من الغراف في ملعبك أيضا صعبة. بداية الموسم تخسر من الميناء ب3-1 في أرضك، من ثم التصحيح. الفوز على نوروز بهدفين مقابل هدف. هنا اللقطة والكرة تعود مرة أخرى سريعة، تقطع لصالح الموصل. كثافة عددية، فرصة هدف الآن ربما تأتي. الكرة تعود سيرجيس رايان بيدي، روش فونينج، باقر عطوان، كل يجيد الكرات البعيدة. بينما هنا قطع الكرة دائما داودا، محاولة الكونتر اتاك في هذه اللحظات. عالمي هذا المرور والتسديد، لكن الكرة تصطد وتعود مرة أخرى. حيازة الكرة والتحكم بالكرة شيء جميل جدا في نادي الموصل، يحسب للسيد جاسم سلطان. تحكم بالكرة، هذا فونينج.
بينما رامي الوسماني الواضح أمامكم. بكرة على الطرف الآن تبقى نفط ميسان. معاناة في الجانب الهجومي لنفط ميسان، والمهاجم الذي يسجل أهداف يحسم الأمور يحتاج الفريق بشكل كبير. كرة على الطرف، إبراهيم عبد الكريم عالية، تدخل دفاعي، بينما فرصة الآن ميري فيليس يلعب كرة لافة لكنها تعود على سعد، سريعة تيمي داوودة اختار الحل لكن داوودة لم يفهم الفكرة لتذهب المحاولة. ثاني مباراة يقودها لنفط ميسان السيد أياد زاحم بعد مباراة نفط ميسان وأمانة بغداد. كرة على الطرف، محاولة تعود في هذه اللحظات والدالي يأخذ مخالفة في هذا المكان. ممتاز نادي الموصل، بإمكانه أن يضع الكرة في هذا المكان. لاحظ هنا المكان الذي تحصل فيه الفريق على مخالفة، وبطاقة صفراء لمهند حبيب تظهر في هذه اللحظات. الكل يترقب الهدف وضربة حرة مباشرة لنادي الموصل. الدالي مع حسام، هل من الممكن أن نشاهد هدف؟ هل يأتي الهدف في هذه اللحظات بعد هذا الحوار؟ هنا الدالي يترك الكرة وحسام أيضا، الكل قريب. من سيسدد؟ علاء الأقرب يسدد كرة لكنها تصطد وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. جماهير ترفع من وتيرة التشجيع شيئا فشيئا. كرة تعود من رمية جانبية في هذه اللحظات. شوط لا زال سلبي النتيجة مع محاولات حاضرة، بينما كرة الآن روش، الله الله الله، سجل فورينغ ولكن المساعد رفض الهدف، رفض قصة الهدف، لكن لديهم عمل كبير بأن يحتسب الهدف. هل روش فورينغ أثناء التسديد يا جاسم يا سلطان كان في موقف سليم؟ الكل في الدكة يذهب إلى الهواتف المحمولة لمعرفة مدى هدف شرعي، هدف شرعي، هدف شرعي، هدف موصلي شرعي سيعلن الآن بعد الاستشارة من محمد سلمان شبيب في غرفة الفار. من الممكن اعتماد الهدف بشكل كبير، وبالتالي فورينغ من رفض الراية ستؤكد تقنية الفيديو أن كرته في الجول، ستؤكد تقنية الفيديو أن كرته في المرمى حسب ما أتانا من جواب. لا شيء يقول حكم المباراة. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ هل اعتمد الهدف أم لا؟ الرفض. لا زال السيد أياد زاحم يقول لا زلنا في حوار، لكن يا أياد في الموصل ينتظرون إجابة منك لتؤكد هذا الهدف. حسب خبرتنا في عالم كرة القدم وعملنا في هذا المجال إن الهدف شرعي، سيعتمد الهدف، وبالتالي تقنية الفيديو ستعلن عن اعتماد الهدف لنادي الموصل. هو المشجع يقول في هاتفي أراها جول. انظر يا سيد الحكم، وحكم المباراة لا زال ينتظر جوابا
من الVAR من تقنية الحق في هذا الزمن لتعلن عن إنصاف هذا الفريق الأحمر. أسود الموصل أبناء الحدبة الآن على موعد مع إعلان هدف لأسد الكاميرون روش فونينغ في هذه اللحظات، وآيات زاحم ينتظر جوابا من تقنية الVAR. يلا يا آيات، يلا يا سلمان شبيب، الكل ينتظر جواب وتأكيد الهدف، وحتى الملامح على لاعبين نفط ميسان يعلمون جيدا بأن الهدف شرعي. بالتالي هذا جزء من جمال كرة القدم في دورينا، لا يمكن أن يميل القلب لفريق على حساب الآخر، الكل في القلب وفي العين وفي كل مكان وفي جوارحنا، كلنا نعز بشكل كبير فرقنا الحبيبة والعزيزة، لكن هي المتعة وجبنا الوصف. وحكم المباراة يعلن يا فونينغ إن الأسد يزهر الآن، إن الأسد يقول كلمة الآن، وتتعالى الأصوات من منارة الحدبة بأن الهدف الأول أتى وتم تأكيده لفونينغ روش أو روش فونينغ، وبالتالي هدف أول يسجل لأبناء الموصل. إذن الأحمر يتقدم، فريق العودة إلى المجد مرة أخرى، تظهر ملامحه البهية والجميلة، والإعلان عن جول سدد الداليو فونينغ في الانتظار. بارع حاسم، قراءة رائعة، والكرة في مرمى حسن نجم، وبالتالي هدف موصلي جميل في هذه اللحظات. هنا الهدف وهنا المتابعة الرائعة، الأولى من دالي ردها نجم، وفي الثانية استحالت على نجم، ولو ألف نجم لا يمكن رد كرة في هذا المكان. ومن هذا الموقع الرائع لروش فونينغ 1-0 حتى الآن. وهنا اللقطة التي أعلن فيها السيد آيات زاحم عن صحة الهدف، وأعلنت الأفراح في كل الموصل، والآن يركبون قارب المجد سائرين في دجل العريق ما بين محافظات بلاد الرافدين، لنشاهد عودة هذا الفريق الكبير، لنشاهد عودة هذا الفريق التاريخي الذي يرتبط بمدينة الحضارة والعراقة. وهذه كرة عالية للتعديل الآن، هل يقولون كلمتهم أيضا فرسان المملكة؟ ديمي داودا، أسد ترينجا السنغالي حاول ما بين اثنين، لكن كماشة دفاعية. هذه محاولة، وحسن نجم يعطي كرة من هذا المكان، ربما يصطاد حسن نجم، لكن فضل العودة إلى مرماه. كرة تعود مرة أخرى وتبعد إلى خارج أرضية الملعب. حسام كاظم في هذا التوقيت في نفس التوقيت من هذه المباراة تقام مباراة الكرخ والغراف على استاد السحر أحمد راضي هنالك في العاصمة بغداد. وبالتالي عودة الروح، عودة الحياة إلى الملاعب مرة أخرى بعد التوقف الدولي. تقدم أيضا للكرخ بال1-0 بذات التوقيت الذي أتى به حقيقة هدف نادي الموصل. كان هنالك هدف في ملعب الساحر أحمد راضي لصالح الكناري على حساب الغراف. على سعد، فريق نفط ميسان يعاني كثيرا، وهنا جاسم سلطان يحذو حذوة في هذا الموسم، معلنا عن فريق ينافس الكبار حقيقة، وخير دليل على ذلك الفوز على فريق صعب بحجم النفط. ضربة حرة مباشرة، اختصاص الكرة ثابتة على سعد. حاضر الحديث في هذه اللحظات، وكرة فيها تعليمات وتوجيهات في منطقة الجزاء. تغطية دفاعية حاضرة، سيدريك ناقا، وهنا فرصة التعديل الآن، ربما موعد مع هدف التعادل. هي كرة التعادل تلعب الأولى لم تأتي، ومهدي هاشم على مرتين يمسك هذه الكرة، وسلامات لمحمد سلام، سلامات لمحمد سلام عناد. هنا مهدي هاشم بكل روح رياضية
يخرج الكرة إلى خارج أرضية الملعب للإطمئنان على سلامة زميلة ومنافسة على لاعب الموصل وعلى أيضا لاعب نادي نفط ميسان. سلامات لرامي الوسماني وسلامات لمحمد سلام في اللقطة الأخيرة. اشتراك حاضر، انتهى الوقت الأصلي أيها الأحبة بعد العودة لتقنية الفيديو ومضى حكم المباراة سيد أياد زاحم يعطي 3 دقائق كوقت مضاف. عادت المحاولة ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا الرمية الجانبية، حضور وتدخل وضربة حرة مباشرة. حذاري إبراهيم عبد الكريم، تدخل قد يكلفك ورقة صفراء، لكن حكم المباراة اكتفى بالخطأ. هنا تقنية الفيديو، شرعية الهدف كانت واضحة. ومحاولة تأتي الآن، البحث عن هدف ثاني. حسن نجم يمسك الكرة، سلامات لحارس مرمى نفط ميسان حسن نجم. عدم تفاهم ما بين المدافع وحارس المرمى. لاحظ هنا كان يطالب بالتنبيه وتدخل ما بين محمد سلام وحسن نجم. عادت كرة في الخلف، مهند حبيب، عملية التقدم إلى الأمام، عالية هذه الكرة، رأسية مبعدة تأتي في هذه اللحظات، تصل في الخلف لصالح لاعبي فريق نادي نفط ميسان. تدخل يستوجب إخراج ورقة صفراء، وحكم المباراة مباشرة ينذر سيرجي سرايان بيدي في هذه اللحظات، يأخذ نصيبه بيدي العاجي صاحب 25 سنة الوافد من الحالة البحريني، يأخذ ورقة صفراء. تعود كرة مرة أخرى تلعب الآن. سلسلة تمريرات، داودة يلعب كرة إلى حسين طالب، عملية المرور، فرصة التعديل الآن، كرة التعديل، هي كرة التعديل تترك إلى علاء سعد، واضحة الآن يا كريس لكنها طالت على لاعب نفط ميسان. بينما كرة الآن تناقل ممتاز، ديمي داودة دو يا دودة، دو يا دودة، وسجل الهدف، وضع الكرة في المرمى. هدف التعديل يأتي في توقيت رائع ومثالي، سلسلة من الكرات جميلة ورائعة، تناقل الكرات ولا أروع. وآخر لحظات الشوط تعلن عن عودة فرسان المملكة، تعلن عن عودة أبناء ميسان. هذا ديمي داودة، استقبل بيسرى، فتح اللعب وسدد باليسرى في الجول. قوية مدوية واصلة إلى مرمى هاشم، عملية المرور والحضور، ممتازة الكرة في المرمى، وهدف التعديل يأتي في وقته. وهنا أسد ترينجا يقول قوله ويقول كلمته ويسجل هدف التعديل. أيها الأحبة، أيها المتابعون، بعد هذا الهدف حكم المباراة سيد أياد زاحم ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتعادل إيجابي 1-1 ما بين نفط ميسان والموصل في ملعب دهوك. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبيل انطلاق شوط المباراة الثاني بلحظات.
لا لا بس ايده بره على بتوضع. للوسط الى محمد سادات، ضغط على محمد سادات، ممكن الان الكرخ يفعلها، ممكن مامادو، خطيره خطيره خطيره، وهدف اول، هدف اول لصالح نادي الكرخ، هدف اول لصالح نادي الكرخ. الله 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 الله، اللاعب اللي سجل ايضا في مرمى دهوك ونادي القاسم ياتي ويسجل اليوم من خلال هذه المباراة أول أهداف اللقاء. إذن الكرخ الكناري في ملعبه في هذا اللقاء، الله بذكاء وبطريقة جميلة يضعها في المقص الأيسر لمرمى فريق النفط. لاحظ العمل الكبير من اللاعب مامادو نياس اللاعب الموريتاني، وبعد ذلك هيئها ويسجل فريق نادي الكرخ أول أهدافه في هذا اللقاء. أحمد خالد هل يعدل أو محمد شاكر؟ أحمد خالد يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل لفريق النفط. أحمد خالد يسجل هدف التعادل لفريق النفط من ركلة جزاء، هو من صنع ركلة الجزاء أحمد خالد، وهو من سدد ركلة الجزاء أحمد خالد ليسجل على يمين حارس المرمى محمد شاكر ليعدل النتيجة لفريق النفط في مرمى الكرخ. 1-1. إذن الكرخ يتقدم أولا والنفط يعادل في نهاية الشوط الأول. هل يقلب الطاولة فريق النفط على الكرخ قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء؟ ممكن الآن محمد عدنان، المحاولة تستمر، ستار ياسين يحاول أن يمر ستار، ومحمد سادات يسجل هدف ثاني. الله 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 على هدف جميل. بعد العودة إلى الفار والقرار في الأخير يأتي باحتساب هدف لفريق النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ هذه التمريرة، الله على المرور لستار ياسين اللي هيئها لمحمد سادات. نفط عائدة إلى المدافع ياكوبو، وهدف تعادل. الله 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 على محمد خالد، الله على اللاعب المميز، الله على محمد خالد. كرة ولا أروع عن طريق اللاعب محمد خالد يدرك التعادل لفريق الكرخ. ويا كوفي، لاحظ الإعادة، غير متسلل محمد كوفي، لكن مر بهذه الطريقة وقوي. الله هوب بالمباشر في المرمى ليسجل هدف التعادل لفريق الكرخ. الله على كرة جميلة من محمد خالد كوفي يسجل من خلال هدف التعادل لفريق نادي الكرخ لتصبح النتيجة 2-2 الآن. 2-2 الآن ما بين فريقي النفط والكرخ. من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف أول لنادي أربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد، خروج أوزبكي شيرزاد تيميروف، شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الأسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب أن يحسم الأمور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري يتقدم على القرماوي. شاهد الإعادة من أكثر من زاوية. حل
من قبل علي علوان. هنا التمريرة وراسية، يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان. وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل في ملعب دهوك. شاهد 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 تمريرة علي علوان، يا الله على التمريرة. أتكلم عن الحلول لدى علي علوان، وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية ووضع كرة التعادل في مرمى أربيل. إلى تيميروف الخطير، تيميروف إلى مصطفى قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول! هدف جميل ولا أروع. أي أسيست يا قابيل إلى معتز، كأنك بأربع عيون، كأن لديك كاميرا خلفية. أكيد يقبل الهدية من قابيل. أي هدية، أي هدية. مثلث الرعب الهجومي، تيميروف إلى قابيل، وقابيل إلى معتز، ومعتز وضعها في الشباك. صعب على محمد حميد، ولامست أيوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف بصمود الرجال داخل الملعب. الإكوادوري بالأراضي العراقية، عالية الكرة، جول الأنيق، يسجل الطلاب أول الأهداف. وحبيتك لقيتك مثل الجبل شامخ، طلابي ويا عشقك جنن الناس، طلابي ويا عشقك جنن الناس. اي نعم، اي نعم، سيف رشيد يبصم على أول أهداف اللقاء بصناعة إكوادورية، بصناعة إكوادورية من داريو فابيان، يسجل من خلال هالأنيق أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء. تركيز عالي، سايمون ماسوفا وأحمد بشار ماسوفا. الله 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 الله، عندما يتكلم التاريخ، عندما تحضر العراقة. ذلك الآن النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء بالنسبة للطلب. تستمر والمصاعب عن صح التعبير على نادي دهوك. المباراة الرابعة من دون انتصار، الجولة الرابعة حتى اللحظة من دون نقاط، من اقليم كردستان حتى العاصمة بغداد من اجل التعويض وممكن هدف للتقليص. جول! حلقت صقور الجبال، نعم حلقت صقور الجبال. لا يتأثر الصقر بالعواصف. كريم درويش، الخطة الذكية اللي لعبت بالمخالفة باللقطة الماضية، وهنا ما كذب خبر، وصل بالتوقيت المناسب وسجل كريم درويش هدف تقليص النتيجة. لم ينظر إلى المرمى، فهو يعرف طريق المرمى جيدا، وسجل هدف للتقليص. الله 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 على صقور الجبال دهوك. من جانبي عبد المجيد الحسين علي، العرضية تصطدم بالزحمة الدفاعية، يفضلون الرمية أو الاحتفاظ. نعم ممتاز يحتفظ بها، ولكنها تعاد كالعادة لفائدة الشرطة. خطيرة. الله الله الله، بسيناريو المباراة الماضية، بسيناريو القيثارة، تعزف السيمفونية، يعزف اللحن الأول بألحانهم بقيادة الموسيقار، بقيادة الفنان، بقيادة الفرعون مؤمن سليمان. الهدف الأول في الربق الأخير، أحمد يحيى هو من فك الشفرة، هو كلمة السر، هو من يلفظ كلمة الانتصار لمصلحة القيثارة. الله، بعد صمود أكثر من 93 دقيقة بمحاولات مستمرة. الله بس حدثني على الأسيست
على التحضير، على التمرير. مشاهدينا الكرام، نعم، بصناعة بأسيست خرافي خالد من جانب محمد داوود. أجمل من الهدف وأغلى من الهدف وأغلى من الذهب أيضا. تبقى المحاولة لزاخو، باحث ضاغط. بداية المباراة، البداية القوية بالنسبة للقمصان الحمراء. عالية ديبوتي، جول ديبوتي 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 ديبوتي، أعلنها ديبوتي. أطلق العنان وأطلق الأفراح على المدرجات. ديبوتي بكرة أولى بهدف أول، بكرة أولى بهدف أول. هذا ديبوتي، جول لأبناء الخابور. شوف أورينها بكرة عرضية عالية. الله 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 على الكرة، الله على الضربة الرأسية على يمين حارس المرمى هاني شاكر. هدف مبكر لأبناء الخابور، هدف مبكر للمستضيف، هدف مبكر للقمصان الحمراء. ديبوتي أعلنها وأبعدت الآن عن طريق محمد علي عبود. ديبوتي انطلق، ديبوتي لو مرر لشيركو خطير للثاني، خطير للثاني. الله 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 الله، جول ثاني، هدف ثاني لشيركو، هدف ثاني لأبناء الخابور. جول ثاني، سجل الثاني. أفرح أنصاره، ويا سعادة على المدرجات، ويا فرحة كبيرة على المدرجات. تطلق الآن بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيركو كريم. استلم الكرة وما كذب خبر، ما كذب خبر. شيركو استلمها من ديبوتي، وبعد ذلك سدد الكرة ليتقدم زاخو بهدف ثاني. الحالة السليمة، هنا التسديدة، هنا الكرة في قلب المرمى، في وسط المرمى، ليتقدم زاخو بهدفين مقابل لا شيء. لاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب. شيركو بتنفيذ مباشر. جول ثالث فعلها شيركو بمساعدة المدافع. هدف ثالث لأبناء الخابور، هدف ثالث لزاخو. اي نعم، هدف ثالث. وافرحي يا انصار زاخو، افرحي يا انصار ابناء الخابور بهذا التقدم بثلاثية في الدقيقة 44. الكرة تأتي من شيركو كريم، أبعدها حارس المرمى، ولكن اصطدت بالمدافع وعادت إلى المرمى لتسكن الشباك، ليسجل الثالث، ليتقدم بالثالث. هكذا كرة القدم عندما تكون الأمور. وبالتالي كريستيان الصربي توجست من خلال هذا اللقاء. جول الله 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 الله. أمجد عطوان، الله يا أمجد، الله على أمجد عطوان. مع انطلاقة الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، مع بداية قوية، والدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني سجل أمجد عطوان هدف جميل بتسديدة رائعة، بتسديدة ولا أروع بظاهر القدم اليمنى. سجل أمجد عطوان الهدف الرابع، رباعية زاخولية. الله 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 على كرة الرابع، الله على الهدف الرابع. الكرة اصطدت بالقائم وبعد ذلك تسكن الشباك.
أيمن الصفاقسي على التنفيذ. أيمن قدام وجول. جول 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 جول. أيمن 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 يسجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة. أيمن الصفاقسي، أيمن الصفاقسي يسجل أول الأهداف في هذا اللقاء من ركلة جزاء، من ركلة جزاء في الدقيقة. هدف روشفونينغ، وبالتالي لقطة التقدم يذكر فيها حكم أو مخرج المباراة بهذا المرمى كان من الممكن أن نشاهد فيه هدف جديد. هنا اللقطة حسين طالب، يعود كريس ميريفيليس، كرة إلى كريس، عملية المرور، كانجولي قد يعطي كرة ثانية، يعطي كرة لكنها تقطع وتعود سرعان ما يخسرها لاعبي نادي الموصل، بينما نقلة في انتظار صاحب كرة التعادل ديمي داودا قد يفعلها من هذا المكان وعلى مرتين. مهدي هاشم، مهدي هاشم على مرتين يسيطر على الكرة يا داودا. تعود الكرة في الوسط وتنقل إلى الأمام لصالح لاعبي نادي الموصل. محمد سلام، ضغط من الدالي، تدخل من المهاجم، كرة تلعب، عملية الدخول، معين أحمد، معين يدخل معين، ولكن قطع الكرة حاضر في توقيت رائع جدا من المدافعين، بينما كرة تلعب، البحث عن حسين طالب في انتظار التمرير، عملية الدفع في وقتها على إبراهيم عبد الكريم، وبالتالي كان تدخل من جوستن ميتراندا الكولومبي صاحب 24 سنة، أنهى على خطورة الكرة الأخيرة. تلعب الكرة إلى الأمام، استلام، حكم المباراة يقول تدخل شرعي، وكرة تلعب إلى الأمام، محاولة لصالح الموصل لهدف ثاني لأبناء الحدبة، لحضور ثاني. الكرة العالية فيها متابعة ورأسية من محمد سلام، بينما قراءة رائعة من عبد الجليل، مصطفى على الطرف، عبد الجليل يقف على كرته، نعيدها إلى الخلف، كريس ميريفيليس،
تعود المحاولة. محمد سلام، ديمي داودا، ديمي ينقل كرة، ديمي داودا، أكرم رحيم في حضور ونقلة عالية إلى الأمام في فتح للعب من الجهة اليسرى. حسام كاظم يحاول ويلعب الكرة لكن تدخل رائع جدا كان من مهند حبيب، لاعب جوكر يؤدي أدواره في كل مركز يسند إليه. بينما كرة في العمق، نقلة وفرصة الآن. باقر عطوان، حسام، في كرة، محاول على الطرف، بينما استلام من رامي الوسماني. رامي على كرة، لمسة وأخرى، في كرة تلعب قوية وهنا المحاولة لكن إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تدخل مهند حبيب أيضا ينقذ الموقف. جاسم سلطان يتأمل، الكل يتأمل وينتظر هذه الفرصة التي أبعدت بعد عرضية رامي الوسماني. هنا التدخل الحاضر وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب في المحاولة الأخيرة. باقر عطوان بكرة ومحاولة من خلال ضربة حرة مباشرة الآن عالية من باقر. استلام، محاولة معين أحمد في هذه اللحظات. معين أيام ما كان معين من النجوم اللامعة في دورينا، ليس المستوى المعهود لمعين أحمد، نتمنى عودة هذا اللاعب. حقيقة كان مع النجف مع الميناء رقم صعب جدا في خط الهجوم. بينما كرة تلعب إلى الأمام، عملية الدخول في انتظار التمريرة لكن البطء في الوصول، يفقد التركيز ويفقد الوصول السريع لهذه الكرة. وهناك كريس ميرفليس، أخطاء كثيرة. تسديد الآن والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركنية في هذه اللحظات. الركنية حاضرة في هذه اللحظات والكرة تصل على يسار حارس المرمى حسن نجم عند رامي الوسماني. في هذه اللحظات لا زال حكم المباراة يضبط الأوضاع ولا زال الكل ينتظر. رامي يلعب كرة عالية إلى الأمام لكن هنا التدخل الحاضر. حسام في كرة على الطرف في انتظار العودة من مصيدة التسلل يا فونينغ. بينما كرة تلعب وحكم المباراة يقر في هذه اللحظات بوجود التسلل. هنا لقطة التسلل التي أعلن عنها من قبل مساعد الحكم، بينما حكم المباراة يطلب من مهند حبيب إعادة التنفيذ. والكرة فيها ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات لصالح لاعبي نادي نفط ميسان. عالية هذه الكرة، متابعة حاضرة. رمية جانبية حاضرة أيضا. هنا إبراهيم عبد الكريم، الرمية الجانبية تنفذ والكرة العالية. نشاهد انتصار يضاف لأحد المدربين. بينما كرة التسلل والخطورة كبيرة جدا في الكرة الماضية. علاء سعد عليه التسلل واحترام كبير لقرار مساعد.
هنا الكرة الأمامية، بينما ديمي داودا في الكنترول الحاضر في الكرة الأولى. تدخل في الثانية، ديمي داودا ينفذ كرة سريعة إلى الأمام. هنا علاء سعد يدخل منطقة، فرصة الآن والكرة لهدف ثاني، لكن لم تأتي هذه الكرة، ضاعت المحاولة، كانوا قريبين من هدف ثاني والأمور لا زالت الآن في صالح نادي نفط ميسان. هي كرة علاء سعد، ماذا مع علاء في هذه الكرات التي ضاعت؟ حقيقة لاعب مثابر يحاول في أكثر من كرة. وهنا لمسة يد يقول في حكم المباراة ضربة حرة مباشرة على علاء الدين الدالي. مرت 10 دقائق من هذا الشوط، وجاسم سلطان يحفز لاعبيه بعدم الخضوع تحت الضغط. سلامات لحارس المرمى مهدي هاشم في هذه اللحظات. لقاء إلى الآن أيها الأحبة متعادل بهدف لكل فريق ما بين الموصل ونفط ميسان. مباراة سائرة على 1-1. السلامات يا داودا، فريق يعاني من غيابات كثيرة. بنقى الاحتياطي يفتقد إلى جودة العناصر التي يمكن أن تضع الحلول للسيد حسن أحمد. لاحظون التدخل، كرة تلعب وتبعد في هذه اللحظات. إبعاد الكرة، أول لقاء يجمع الفريقين في دوري نجوم العراق. المواجهة الأولى إلى الآن متعادلة 1-1. عبد الجليل يحاول لكن كرة تقطع للموصل. التالي فتح اللعب على الطرف الآن، ممتازة إلى أكرم رحيم، كرة ممتازة إلى روش فونينج صاحب الهدف، تلعب سريعة، المحاولة الآن لكن عملية تكنيك لم تكتمل. هنا الكرة وافتكاكها من الدالي، تدخل الحاضر إلى خارج أرضية الملعب. تدخل ومحاولة ضربة حرة مباشرة. بطاقة صفراء حاضرة على أحد الكوادر الفنية لفريق نفط ميسان. أيضا من جهة أخرى اعتراض واضح من السيد جاسم سلطان. كرة عالية والتصدي من جانب مهدي هاشم، في كرة تلعب تمريرات وكرة لا زالت لصالح الموصل.
الورقة الصفراء كانت على علي حسن أحمد، نجل السيد حسن أحمد، بينما كرة وتمريرة على الطرف تنقل من ديمي داودة، قراءة رائعة من المدافع سيدريك ناغا، حضر بشكل ممتاز في الكرة الأخيرة، بينما حكم المباراة يقول مخالفة لجوسن ميدراندا على علاء سعد. يعطي حل بعد ربع ساعة من اللاعب جاسم سلطان. بينما كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. هذا أكرم رحيم قيتوم سابق لفريق نفط ميسان وجديد في فريق نفط الوسط. بعد انتصارين في الكأس على الغراف ونفط البصرة، هل ينجح نفط ميسان في الحصول على أول انتصار مع السيد حسن أحمد؟ نشاهد وننتظر أول انتصار في الدوري، هل يحصل عليه السيد حسن أحمد؟ عياد زاحم يتحدث مع أكرم رحيم. الحديث يستمر، والآن كرة تلعب في هذه اللحظات، تصل في الخطوط الدفاعية. بعد هذه المباراة ستجمع مباراة ما بين ديالا وأربيل هنالك في ديالا، ونوروز وبغداد في السليمانية، مباراتين في آن واحد تقام الآن وبعدهما مباراتين أيضا. بينما يوم غد لقاء الكهرباء والقاسم في الرابعة، وفي السادسة والنصف هنا دهوك والنجف، وفي بغداد النفط القوة الجوية. تبقى مباريات فرق الشرطة وزاخو والزوراء بالتتابع أيام الجمعة بديربي بغداد ما بين الطلبة والشرطة، القرمة وزاخو يوم السبت، والزوراء والميناء يوم الأحد. ختام الجولة في 28 من ديسمبر. ضغط كبير سيكون من أجل إكمال الدوري في وقت المحدد، حد من التوقفات، بينما هذه كرة تلعب والإبعاد إلى رمية جانبية. مهند حبيب أو هذا مصطفى عبد الجليل. حسن أحمد المباراة الرابعة كما ذكرنا، تعادل مع دهوك وخسارتين للشاطر حسن من الطلبة ومن الكاف. وهذه كرة تلعب إلى الأمام، حسين طالب لقتل المباراة، لحسم المباراة. الله، الراية والتسلل، وهنالك دفع ماذا ضيع حسين طالب في الكرة الأخيرة. بعد الدفع لو سقط حسين طالب لكان حتميا على حكم المباراة الذهاب باتجاه ركلة الجزاء. لا أوفسايد في اللقطة. تشاهدنا تدخل حاضر على حسين طالب. متى تسجل يا طالب؟ هنا الدفع الحاضر في اللقطة يستوجب على حكم المباراة، لاحظ بذكاء كان الدفع حاضر، ومطالبات بوجود ركلة جزاء. الآن التقنية الفيديو تؤكد بوجود ركلة الجزاء، أم أن هنالك شيء ما يشير إليه حكم المباراة؟ شاطر حسن. يا حسين طالب، هذه تضع في الجول وأنت مرتاح، لا دفعني ولا مسكني ولا شد على قميصي ولا هذه الأعذار. كرة في المرمى، هذه كرة يعني حاسمة، لذلك المهاجم عليه أن يسجل هكذا كرات. لا زال هنالك استماع.
تزداد الاعتراضات ويذهب حكم المباراة باتجاه تقنية الفيديو. في هدف، نعم فيها تدخل. حكم المباراة لا يريد السماع، لا يريد الاستماع أيضا. ماذا يقول الحكم بعد كل هذا؟ لا زال هنالك حديث، ويشير حكم المباراة إلى ورقة صفراء على حسين طالب. لا زال الاستماع إلى الجواب، وحسين طالب يقاتل من أجل ركلة الجزاء. وتقنية الVAR تستدعي حكم المباراة اياد زاحم لوجود ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة، أو شكوك كبيرة حول ركلة الجزاء. دفع، نعم دفع حسين طالب، وبالتالي الكل ينتظر إسناد المهمة لعلاء سعد لإنقاذ هذا الفريق حقيقة من النفق المظلم الذي يمر فيه. لاحظوا هنا حسين طالب التقدم في هذه اللحظات. أين الدفع؟ في دفع، وسيذهب إلى قرار البنالتي في الكرة الأخيرة. لاحظ هنا الكرة التي وصلت. أين الدفع؟ هذا هو الدفع في منطقة الجزاء. بصراحة 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 هل أعاق الدفع حركة اللاعب؟ نشاهد ونتابع. ونعم الدفع واضح. وشبيب يعيد اللقطة. شاهد اياد ماذا جرى هنا. دفع في منطقة الجزاء في المكان القريب من 5 أمتار و50، وبالتالي عليك الذهاب باتجاه ركلة الجزاء إن تأكدت من الدفع. نعم الدفع كان واضحا نعم في يد وضعت لدفع حسين طالب. لاحظ يؤكد اللقطة لأياد. تقدم هنا. أنا لا أجزم على أنها ركلة جزاء، لكن ما يوحى لي وما أشاهده على الشاشة بأن لو ثبت الدفع حكم المباراة في النفذة الثانية يأخذ اللاعبين، يعني أو عفوا مخرج المباراة. الحكم مهمة إعطاء القرارات، لكن إعطاء اللقطات مهمة مخرج المباراة. سامحوني على هذه. الآن شوف هنا لحظة وضع اليد والدفع الذي كان على حسين طالب. هل تحايل حسين طالب المجمل أم إن في دفع؟ لاحظ حدث دفع، عاق الحركة. لاحظ يشرح الحكم كل هذا لحكم الفيديو، يشرح كل هذا لحكم الساحة. شاهد هنا عملية الدفع ببطء. نعم ببطء. خذنا واحدة ودفعة والأمر صعب. أنا أخرج من الأمر وأتركه لهذا الرجل الذي أشاهد الآن يذهب بكل ثقة إلى أرضية الملعب ليذهب لإعلان جديد في أرضية الملعب. ماذا هنالك عدم وجود ركلة جزاء بقرار حكم المباراة يلغي ما حصل، وكان على حسين طالب السقوط في منطقة الجزاء بعد الدفع، لأن تقدير حكم المباراة لحالة الدفع، لاحظت تقديره لحالة الدفع لم يعيق حركة اللاعب، كان عليه السقوط وترك الكرة. لاحظ هنا لإيضاح الأمر أكثر، تترك لذوي الاختصاص، والقرار أتى من حكم المباراة على عدم وجود ركلة جزاء، بالتالي سلامة القرار. وهنا كرة عالية للتعويض، بينما مرتدة الآن، مرتدة للموصل، مرتدة لأسود الموصل لأبناء الحدبة. كرة تلعب على الطرف الآن في الخارج. رمية جانبية تلعب سريعة لصالح الموصل. مرة أخرى معين أحمد يلعب كرة روشفونينغا، وهذه تسديدة حاضرة كانت من جانب سيرجي سرايان بيدي. هنا الكرة التي لعبت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. نقترب شيئا فشيئا من الدقيقة 70 أيها الأحبة.
كرة تلعب نقلات وكرات. صالح لاعبين نفط ميسان في الخط الخلفي. سلامات لحسام كاظم. عادت المحاولة الآن لصالح لاعبي الموصل في الخلف. مباراة تسير على تعادل إيجابي 1-1، لكن عملية البحث لو أخذ لمحة في الجهة المقابلة لكان من الممكن عمل تمريرة. وهنا البديل، تدخل الحاضر. واصلة المحاولة في هذه اللحظات. سامر محسن يدخل بديلا الآن. الذي غادر هو معين أحمد. كرة لصالح لاعبين نفط ميسان في هذه اللحظات في الوسط، تنقل على الطرف الآن. المحاولة التي تأتي لصالح نفط ميسان، هل يفعل حسين طالب؟ يمرر كرة ممتازة وتدخل حاضر. ممتازة الكرة وتدخل حاضر في هذه اللحظات. لاحظونا كرة تهيأت وسدد العشرة المختص، أو هذا علي لطيف من سدد وذهب بالكرة إلى خارج أرضية الملعب. حارس المرمى إلى ركنية في هذه اللحظات. كرة عالية في منطقة الجزاء. ديمي داودا من الممكن إضافة هدف ثاني، والكل ذلك قريب، كل ذلك قريب يا كريس، قريب. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كانوا قريبين حقيقة من إضافة هدف جديد. والكرة ضاعت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب من كريس. بعد هذه محاولة تذهب مباشرة في الأوت. سلامات لمهدي هاشم. جاسم سلطان ينتظر، يعلم جيدا أن فريقه يعاني في هذه اللحظات. علاء الدين الدالي مع الروش فونينج. 4 أهداف لكل لاعب أصبح الآن بعد هدف روش فونينج في مباراة اليوم. جاسم بدأ يعطي تعليمات للمهاجم للدالي لعلاء الدين بشار، ده الذي لديه 5 أهداف. روش فونينج
الدالي. تلعب الكرة ومحاولة لصالح لاعبي نادي نفط ميسان. علي لطيف، تمريرة خير من أن تطالب بمخالفة يا علي لطيف. في هكذا مواقف حقيقة أفضل سلاح هو سلاح التمرير، لأن لاعب متقدم عليك وبإمكانه الانفراد بالمرمى بشكل تام. في الوسط باقر عطوان على الطرف، مرة أخرى تقدم، تدخل ومخالفة، ضربة حرة مباشرة. تدخل الحاضر هنا في هذه اللحظات بمخالفة لصالح لاعبين نفط ميسان. تغيير في اتجاه اللعب، دودة قريب لكنها ضاعت على ديميا. كرة تصل مباشرة عند حارس المرمى مهدي هاشم. تعود الكرة مرة أخرى لصالح لاعبي نادي الموصل، مقطوعة لنفط ميسان. فائدة يعطيها حكم المباراة. تغيير اتجاه اللاعب القديم داودة والكل ينتظر كرة داودة، لكن داودة تباطأ. كريس ميرفيريس في الوسط، كنترول عملية التمرير. مصطفى عبد الجليل بنقلة جديدة إلى محمد سلام. محمد سلام يحاول إلى حسين طالب في الأمام وحيدا، لكن مباشرة إلى حارس المرمى. كرة في الأمام والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. بهذا التدخل ربما ينجح الشاطر حسن في كسب نقاط المباراة الثلاث، أو يتمكن كاسب سلطان من تسجيل حضوره في هذه المباراة والإعلان عن فوز جديد، الوصول إلى النقطة 12. بينما كرة فتح الخطوط، البحث عن تيمي. داودة بالكنترول ممتاز. داودة يحاور يلعب الكرة على طبق من ذهب، لكن التباطؤ. وهنا الكرة التي تبعث في هذه اللحظات تصل إلى روش فورينج صاحب الهدف الموصلي. في الأمام روش، تلعب كرة إلى الأمام واصلة. كاميروني والسنغالي من سجل الأهداف. على دالي يلعب كرة إلى روش فورينج، إعادة الكرة والتسديدة من هذا المكان. يلعب الكرة على الطرف الآن روش فورينج، موعد الهدف الآن. ربما هو نحن قريبين من هدف، لكن تدخل دفاعي منع علينا الحضور ومنع علينا الهدف. وهذا الانطلاق لعلاء سعد ما بين هؤلاء الثلاثة كان صعب جدا. في الأمام هذه الكرة الرأسية الأولى، وهنا نقلة في الأمام. حسين طالب عملية التمرير والتدخل الحاضر. بينما هنا كرة تلعب، الله داودة ممتاز. داودة من أنصاف الفرص بإمكانه سرقة الأضواء
وبإمكانه أيضا سرقة الفوز حتى يضيع هذه الكرة الرائعة على حظ دودة. لف ودار وسدد كرة، لكن مهدي هاشم بتوقيت رائع حارس المرمى. هنا اللمسة والهمسة، وحسين طالب يلعب كرة، دودة لف وفتح طريق لنفسه ليسجل هدف ثاني، لكن مهدي هاشم تدخل ومنع نفط ميسان من التسجيل. الفريق الذي يعاني دائما ما يكون صعب جدا. تلعب الكرة، تسلل حاضر، على علاء سعد. 10 دقائق الأخيرة أيها الأحبة أيها المتابعون، تعادل إيجابي 1-1. هنا الإعلان عن التسلل في هذه اللقطة. أمامية هذه الكرة، الرؤوس حاضرة، كرة في الأمام، تدخل حاضر، دالي على كرة، سامر محسن لاعب سريع يضغط على مهند حبيب في هذه اللحظات. باقر عطوان، ابعاد الكرة في توقيت رائع، تنشيط في الخط الامامي، وباشيرو دخل في اللحظات الماضية، دخول باشيرو رامي الوسماني. هنا الكرة والمحاولة العالية، حسن نجم يغادر مرماه، لم يتمكن منها حسن نجم، وكان من الممكن أن نشاهد هدف موصلي في هذه الدقائق. لقطة وكرة في الأمام، الرأسية والمتابعة، لكن كانت صعبة الحالة. علي لطيف يلعب كرة، ديمي داودة لو غير في اتجاه اللعب سيغير حتى مجرى المباراة. هذه كرة تلعب إلى الأمام وفرصة هدف ثاني، ومهدي هاشم يتدخل، مهدي هاشم يتدخل. كرة إلى الأمام، روشفورينج وباشيرو، عمرو باشيرو. الغاني يحاول لكن لم تأتي مع صاحب 29 سنة. وسلامات لإبراهيم عبد الكريم في هذه اللقطة. هنا الكرة التي فقط فيها حارس المرمى سيطر على الكرة. إعادة الكرة مرة أخرى، الرمية الجانبية حاضرة، داودا باكر عطوان أو روشفورينج ينتظر باشيرو، كرة باشيرو والدالي، ما شاء الله على الدالي. هنالك تسلل، هدي عبد الجليل، التسلل كان حاضر.
كرة من الخلف وبداية لعب جديدة. رمية جانبية، تدخل من مصطفى عبد الجليل. كان الحضور جميل في اللقطة الأخيرة. سامر محسن على الطرف، تدخل من عبد الجليل، كلاهما مثل نفط الوسط. هذا مصطفى عبد الجليل، وكرة إلى الأمام لهدف ثاني. ماذا تفعل يا دالي؟ ماذا تفعل يا علاء الدين؟ لماذا لم تمسح المصباح في اللقطة الأخيرة؟ لماذا لم تنير الطريق؟ لماذا لم تضعهم في الانتصار؟ لاحظوا الكرة، وهنا المباغتة والغفلة من الجميع. وعلاء الدين لولا عبد الكريم لكان فريق نفط ميسان في خبر كان، وكان قد تلقى الهدف الثاني فرسان المملكة. رامي الوسماني يلعب كرة عالية الرأسية، والمتابعة حاضرة. لا زالت الكرة عند لاعبي فريق نفط ميسان، بينما حكم المباراة يقول بأن الكرة غادرت أرضية الملعب. دقائق الأخيرة، لحظات أخيرة، هل يقتنع الفريقين بهذا التعادل؟ تلعب إلى الأمام، مهند حبيب يتابع، ضغط على مهند لكن الخروج ممتاز من مهند، ثقة كبيرة. وهنا المحاولة على الطرف، فرصة تصل في هذه اللحظات. إبعاد يأتي في وقته ومضمونة، بينما كرة مرة أخرى لا زالت لصالح لاعبي نادي الموصل. كرة عالية، إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. علاء سعد حاضر في هذا الإبعاد، بينما هنا نقل الكرات، محاولة وكرة عالية. الفرصة في منطقة الجزاء، رامي الوسماني قد يفعلها، ولعمرو باشيرو. ضيعوا المضمون وضيعوا الواقع وضيعوا الحقيقة وضيعوا الانتصار، كل ذلك ضاع في لقطة واحدة. سامر آخر من ضيع هذه الفرصة، ولاعبي نادي الموصل يتفننون في ضياع الفرص. هذه الأولى وصل فيها الوسماني، سدد، كان عمرو باشيرو في موقف متسلل بالمجمل الأخير، ولكن هذا الكم من الفرص ضيع انتصارا كان في المتناول حقيقة. وسامر محسن الواضح أمامكم هنا، غضب من جاسم سلطان، كاد أن يكون سلطان اللقطة الأخيرة ويحقق الانتصار بواقعية التي فرضها على لاعبي نادي الموصل. إذن في هذه اللحظات البديل فقار عبد لاعب الفريق الرديف لنفط ميسان بديلا لحسين طالب في الهجوم. هل لا زال حسين طالب يعاتب حكم المباراة؟ إذن يدفع باسم شاب جديد، يتطلعون بعد رحيل كوتي إلى هذا الاسم اللامع ليكون حاضرا ويعطى بعض الدقائق ليثبت نفسه وإمكانيته. ونتمنى التوفيق لكل لاعبينا الشباب في دوري نجوم العراق لظهور بصورة رائعة. أكيد الأهل والأحبة والكل ينتظر ظهور فقار بشكل رائع وحضور فقار، لما لا؟ كيف وإذا فقار أتى بالانتصار
لفريق نفط ميسان، وأتى بالنقاط الثلاث هنالك في مدينة وفي محافظة العزيزة عليه وعلينا وعلى الجميع. وبينما في الجانب المقابل الدفع بالمحترفين والأسماء التي من الممكن أن تقلب الموازين، والخيار لا زال واحدا عند الجميع وهو تعادل إيجابي، وخير ما يكون قد خرجنا به من هذه المباراة والهدفين. بينما كرة تلعب الآن للموصل، دقائق صعبة لأسود الموصل، لكن ضاعت هذه الفرصة، ضاعت هذه المحاولة، والمدافع يتقدم، لديه قدم قوية في الأماكن البعيدة. بينما سامر في انتظار كرة عرضية، الجميع ينتظر العرضية حاضرة، ومهند حبيب في تدخل، رأسية أولى ومهند في الثانية. روح الفريق كلها تجسدت بمهند حبيب، ومخالفة ضربة حرة مباشرة موصلية في هذه اللحظات على علاء سعد. 5 دقائق وقت مضاف يعطى من جانب حكم المباراة. أكيد بعد التوقف الكل يحتاج إلى وقت لإعادة نفسه، حتى معلق المباراة. دورينا أخذنا في توقفات كثيرة، ونحن إلى الآن مع نهاية هذا الشهر، مع نهاية ديسمبر سننهي الموسم أو العام بالسنة بالجولة الثامنة. سواليو دابيلا كواتارا يشارك الآن في هذه اللحظات. سواليو يشترك بديلا. هنا الكرة العالية الرأسية حاضرة، نقلة وكرة مرتدة الآن لتحقيق الانتصار. الكرة عند ديمي، داودا يلعب الكرة إلى فقار في الخط الأمامي، والكرة تعود إلى مهدي هاشم. فرصة إلى داودا، وكرة تلعب الرأسية، هذه للذي خلفك تلعب هذه الرأسية وليس بهذه الطريقة وكأنك مدافع لصالح نادي الموصل. بينما كرة تلعب إلى سواليو دابيلا كواتارا، محاولة مرة أخرى، الكرة تلعب باتجاه ديمي، داودا كيامي، داودا في انتظار القريب، داودا على كرة مهاري، داودا ينجح في المرور، يسدد ومهدي هاشم يرد. بماذا يطالب؟ والشاطر حسن ينتظر انتصار بفارغ الصبر، قد يكون في هذه المباراة أو قد يكون في التي بعدها. لكن علاء لطيف طلب الVAR، أو علي لطيف ومن طلب تقنية الفيديو. على ماذا؟ هل وجدوا شيء؟ جعفر ناصر إلى هذا الوقت تخبئ جعفر ناصر يا حسن أحمد، إن لم يكن مصابا فجعفر ورقة مهمة في نفط ميسان. جبني كثيرا نوعية جعفر ناصر في دورينا. على سعد اوت، جعفر ناصر ان في هذه اللحظات. كرة عالية ومهدي هاشم يبعد. سامر محسن من اجل مشروع الارتداد يتقدم في هذه اللحظات، والوسماني ياخذ وقته. بينما كريس ميريفيليس قطع الكرة بطريقة رائعة، ياخذ مكانه وتموقع ويطالب بخطأ، لكن سرعان ما قطعت الكرة. الرأسية حاضرة في هذه اللحظات. ماثيو ينتظر، ماثيو ردة فعل رائعة من أجل التمريرة، من أجل الباص في الكرة الأخيرة. كرة عالية إلى الأمام، محاولة روشفونينغ وإلى خارج أرضية الملعب. بينما حكم المباراة يعود ويقول مخالفة. شكل المباراة ذاهبة بالتعادل إيجابي. محاولة مرة أخرى قد تكون الأخيرة مع مضي الوقت. سامر محسن، سامر
عملية المرور، سامر ينجح في العبور، كان من أفضل الاختراق وليس تمرير يا سامر، لكن يعشقون التكنيك لاعبين على الشكل المبهم. وهذه محاولة تلعب على الطرف الآن. نفط ميسان هي الخاتمة. حكم المباراة يناظر الأخيرة، الثواني، اللحظات، والمحاولة الآن تصل لصالح نفط ميسان، تلعب بعرض الملعب. هل اكتفى الفريقين بالتعادل يا داوود؟ وأيها الأحبة، أيها المتابعون، أيها العاشقون لكرة القدم، حكم المباراة سيد اياد زاحم ينهي أحداث هذه المباراة بتعادل إيجابي ما بين الموصل وضيفه نفط ميسان. نقطة ثمينة لشاطر حسن في ظل ظروف صعبة، وفوز كان من الممكن أن يأتي للطرفين حقيقة، وتقاسم نقاط المباراة هو حصيلة هذه المواجهة. إلى أن نلتقي في أوقات أخرى، أترككم في أمان الله وحفظه، وحتى لقاء جديد نراكم قريبا إن شاء الله.